مساء الخير ومرحبا بكم في قضية جديدة. في واحدة من أخطر الجرائم اللي صدمت المجتمع الأمريكي. القصة ما بدتش بالجريمة، القصة هذه بدت بخيانة. فتاة باكستانية عايشة في أمريكا، الكل كان يشوفها إنسانة طيبة عادية هادئة وحتى قريبة من عائلتها، لكن خلف هذه الصورة كان كاين سر مظلم ما يعرفه حتى واحد عليها. حب ممنوع، علاقة محرمة مع شخص ما كانش لازم يكون في حياتها أصلا، راجل أختها. في البداية كان مجرد مشاعر، لكن سرعان ما تحولت لهوس خطير لدرجة أنه ما قدرتش تتخيل حياتها بدون راجل أختها. ولما قرر يبعد ويقطع كل حاجة ما بيناتهم، هنا بدت القصة الحقيقية، لأنه ما تقبلتش الخسارة وما يتقبلتش يكون لامرأة أخرى حتى ولو كانت أختها. فكان القرار المرعب، قرار أنه الحل الوحيد باش تبقى معاه قريبة منه هو إبعاد العقبة الوحيدة في طريقها اللي هي أختها وأم ل4 أطفال. لكن الجريمة ما كانتش مجرد لحظة غضب، كانت خطة مكيدة مدروسة وتمثيل بإتقان. من الخارج جريمة غامضة وفعل مجهول، لكن الحقيقة كانت أقرب مما تتخيل الجميع. اللي في الصورة صباح خان 27 سنة، عائلتها سافروا من باكستان إلى أمريكا، وهي عايشة مع باباها ويماها وخوتها في دار واحدة. أكو عارفين المجتمع الهندي الباكستاني الأفغاني مم يروحوا يسافروا ولا يهاجروا دائما لما تاع العائلة تقعد هي وزواج الأقارب في ماذا بهم يتزوجوا غير مع بعضهم. المهم، وهي قلت لكم عايشة مع دارهم، وعندها أختها الكبيرة متزوجة من رجل تاني باكستاني ولد عمها، وولد معاه 4 أطفال. صباح خلت رجال تاع الدنيا كاملة وراحت وقعت في الممنوع وحبت راجل أختها، وولت ما بيناتهم العشق الممنوع لمدة 4 سنوات، وهما في علاقة غرامية سرية مع راجل أختها. بدأ الأمر بنظرات ثم رسائل ثم علاقة كاملة، وهذا كامل في الخفاء. أختها دارت فيها الثقة، تخليها في دارها مع أولادها وراجلها، وهي تروح تخدم، وهي كانت تقول أنه خليت ولادي مع أختي راهم في أمان. بصح عمرها ولا تخيلت أنه خلات ليسونس قدام النار كما نقولوا. بعد 4 سنوات من الحب والعشق والممنوع، ولات تعلقت صباح برجل أختها لدرجة الهوس. ولكن بالنسبة لرجل أختها 4 سنوات من الخيانة كانت كافية باش يفطن، وقرر أنه يقطع علاقته بصباح اللي هي أخت مرته وخالة ولاده. لما قال صباح على القرار ديالو ما تقبلتش الأمر، وبدأت تبكي وخافت أنه تخسره إلى الأبد. صباح كان لازم عليها أنها تلقى طريقة أخرى باش تخلي راجل أختها معها، والغاية تبرر الوسيلة وبأي ثمن. المهم راجل أختها ما يبعدش عليها. بدأت تخمم في الفكرة، والمشكل الوحيد ديالها هي أختها سياما خان 32 سنة، كان لازم عليها تبعدها من طريقها وبشكل نهائي. وأخيراً جاء النهار اللي كانت تسنى فيه صباح باش تتخلص من أختها. هذاك النهار عائلتها وراجل أختها راحوا باش يحضروا الجنازة. قعدت صباح في الدار مع ولاد أختها ال4. صباح عيطت لأختها سياما اللي كانت في الخدمة ديالها، وقالت لها أنه بنتها الصغيرة راهي غير تبكي وما حبتش تسكت، وقالت لها جاب لي ربي راهي بالحمى. سياما قالت لها راني جاية، ومسكينة ما على بالهاش واش كان يستنى فيها. كانت تبعت لها في الميساج ارواحي دوكا بلاد كاميق هاي تبكي ما على باليش نخاف تطلع الحبمه. المهم تجيب سياما من الخدمه باي طريقه. سياما غير دخلت للدار، جات من الخدمه تاعها مسكينه بحسن نيه، خلت ولادها عند اختها، جات من الخدمه غير دخلت من الباب وغلقاته، خدعتها أختها صباح من نور بالموس، ووقعت طاحت في الأرض وما خلتهاش حتى تخلصت منها، وطاحت جثة هامدة. قعدت فيها تطعن فيها في كامل الجسم ديالها، وحتى تتأكدت أنه صباح خلاص أختها ماتت. ولد أختها كانت صباح دارتهم في بيتهم وغلقت عليهم الباب. صباح
راحت كسرت زجاج تاع التواقي زعما باش تقولهم انه اعتداء تعداو عليهم في الدار، وراحت بدلت حوايجها وحطتهم في ساشي. بعد ذلك راحت عيطت لعائلتها اللي كانوا في الجنازة، تبكي وتعيط وتقول لهم انه راهم مجهولين صدموا علينا قتلوا اختي سيامة. وبعد ذلك عيطت للطوارئ والامبيلونس باش يجوا يسلكوا اختها. صباح مثلت الدور كما يليق، لكن اثناء التحقيق كشف بزاف حوايج وعرفوا انه صباح كذبت في بزاف حوايج وبزاف اسئله ما قدرتش تجاوب عليهم، وحتى في كاميرات الحي اللي ساكنين فيهم ما بين حتى واحد غريب ولا اي طوموبيل برانيه دخلت للحي. بعد ما فتشوا تليفونها لقاو الرسائل والمكالمات اللي كانت تقول لها لاختها ارواحي الدك تشوفي بنتك راهي مريضه. بعد ما وجهوا المحققين صباح بالأدلة اللي لقوها انهارت واعترفت بعلاقتها برجل أختها، وأنه ما هو سبيه وكانت حابة تتزوج به. أكيد نهايتها واضحة وحكموا عليها بالسجن المؤبد. وهنايا هذه القضية بالذات الباكستانية صباح اللي خانت أختها قبل ما تقتلها ولات قضية رأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية. في النهاية تاع القصة تاعنا ما كانش غير جريمة قتل، كاين خيانة مزدوجة، كاين الدم وكاين الثقة. أخت مسكينة وثقت في أختها وفتحت لها باب تاع دارها وقلبها، لكن وخلت لها أولادها أمانة عندهم، لكن ما كانتش تعرف أنه الخطر كان عايش معها وتحت سقف واحد. 4 أطفال فقدوا يماهم، مش بسبب راجل غريب ولا إنسان غريب، لكن بسبب إنسانة كانت أقرب ليهم من أي شخص آخر. وهنا الحقيقة المؤلمة، ماشي كل عدو يبان، وبعض الطعنات تجي من أقرب الناس لنا. والسؤال اللي نخليه لكم معاكم، لو كنت مكانها ووقعت يعني وطحتوا في حب ممنوع، هل كنت راح تبعدوا ولا توقفوا، ولا ممكن توصل لدرجة أنك تدمر حياة كاملة باش تحافظ على هاد الحب؟ الحمد لله أننا جئنا مسلمين، ما هي باكستانية، ولكن تأثر بالعالم الغربي اللي خلات تخزر في راجل أختها. أكيد هدية شيطان على هيئة إنسان. الحمد لله على نعمة الإسلام. هذه حتاخد جزاءها، خسرت عائلتها، خسرت ولاد أختها اللي فقدت لهم أمهم، خانت الثقة اللي كانت ما بينها وبين أختها، ضيعت حياتها، هي ضيعت رجل أختها. الشيطان كي يدخل ما بين زوج واعرة بزاف. المهم إذا عجبتكم الحكاية تاع اليوم أو هذه الجريمة والقضية، اكتبوا لي تحت رأيكم في هذه القضية. مع السلامة، فيديو آخر بحول الله.